اي حد معاه الايفون الجديد ال 17 كل الموديلات بتاعته او حتى ال 16 اللي قبليه، بتلاقي بعد السوفت وير ابديت الجديد اللي هو 26 اي او اس 26 هتلاقي بلوتوث والواي فاي، هتلاقي فيه ايشيو كده في الكونكتيفيتي، يعني هتلاقي بيقع كل شويه حتى لو انت لابس سماعات والكلام ده، فكل شويه بيقع. بالنسبه لتجربتي الشخصيه ايه اللي حصل معايا في ال 16 برو ماكس، للاسف انا التليفون كان بيهنج كتير جدا ولا اكني ماسك اندرويد، يعني راح في 60 داهيه. كان على طول يعمل فريز ويقعد شويه بعد كده يبتدي يعمل ريسبوند تاني. حتى التليفون الجديد ال 17 الاي سيم مش شغاله كويس، كل شويه بتسقط وبتطلع في حاجه غريبه يعني. المهم عشان تحل المشكله دي، هي مش هتعرف تحلها غير لما ابل تعمل سوفت وير، وهم عملوا فعلا سوفت وير ليه موجود عندك في السيتنج. خش على ابديت واعمل ابديت للسوفت وير اللي هو 2601. فهمك حاجه عن موضوع السوفت وير. 2601 اول رقم ده لما بيتغير ده بيبقى بج صغير وهم بيصلحوه، وتاني رقم بيبقى سوفت وير بيبقى فيه حاجه ميجور شويه. لما الرقم الاولاني اللي على الشمال خالص اللي هو 26 و27 و28 الكلام ده كله لما يتغير، ده بيبقى حصل حاجه كبيره جدا، وبيغيروا السوفت وير باكمله وبيغيروا حتى الانترفيس بتاعه. يلا سلام.